تسيح بسيطة بالخير. كان كيس السيدة وجاء سريع من اسمع بقى يا شباب. اولا انا لما مريت بتجربة معينة سبع حكيتها من الغرفة، حسيت الروح خرجت ورجعت تاني، شفت روحي بقى. وفي الغرفة حصلت هو على المايك. طبعا انت تعرفوش التجربة حصلت له ازاي. التجربة حصلت له كالآتي: كنا في الغرفة هنا، وبعدين اعلنت قلت انا مستعد اروح الان اناظر الفار بسيط في غرفته. شفتوا بقى المعجزة حصلت له ازاي؟ راحت الروح منه وطلعت. قلت انا الان مستعد ادخل الان واناظره. حصلت التجربة دي عشان تعرفوا خلفية يعني ايه اللي حصل يعني. اولا انا مريت بتجربة معينة سبع حكيتها من الغرفة، حسيت الروح خرجت ورجعت تاني، شفت روحي بعد ما خرجت، شفت روحي بعد ما خرجت. شاف روحه وبعدين عمل ايه؟ قال لا يا خارجان الحمام وعلى كل خد خوخة خوخة خوخة. شاف روحه بعد ما طلعت. شاف روحه بعد. بالله عليكم يعني اسألكم بالله الذي رفع السماء بلا عمل، حد يصدق المجنون ده؟ حد يصدق الكذاب ابن الكذابة ده؟ روح ايه اللي طلعت وقعد يبص على روح. لا تطلع روحك انت وبيت الكنيسة يا اخي مرتاح منك. اسمعوا يا شباب. خرجت بس ما تعالجش الغرفة اللي انا فيها. الروح فضلت في الغرفة. ليه؟ الروح فضلت في الغرفة، ما تعدتش الغرفة. شو المسخرة؟ يعني هو على المايك والروح طلعت والروح ما طلعتش خارج الغرفة. ليه بقى؟ لان لو الروح طلعت خارج الغرفة كان في احتمالين. الاحتمال الاول اللي هو اداها باونس، الاحتمال الثاني حطها في الباب، بس هو كان عامل لها ريد دات. فلما عامل لها ريد دات ما تقدرش تطلع من الغرفة، رابطها في الغرفة، فالروح كانت مربوطة في الغرفة. ايوه. وبعدين الباب كان مسكر يعني باللهجة الخليجية كان مقفول، كان مسكرين الباب بتاع الغرفة. وعم جرجس البواب كان واقف على الغرفة. شفت بالله عليكم لا اسمعوا الهبل. زهرات العذراء في الزيتون انا شفتها. المهم الان وصلنا لزهرات العذراء. خلي بالكم يا اخوة كرام، النصارى سبحان الله. انا هسأل اي واحد مسلم هنا كلمة العذراء دي باللغة العربية الفصحى ماذا تعني؟ اكتبوا على التكس باللغة العربية الفصحى ماذا تعني. الخرا يا شباب، الخرا البراز. بيقولوا على سيء. لا استغفرك واتوب اليك. الكلمة معناها باللغة العربية الفصحى خرا. هي اسمها العذراء مش العذراء. اسمع بقى. وسجلتها تجليات الروحية وسجلها كمان. سجلها كمان. اسمعوا. زهرات العذراء في أسيوط استدعيت لمتابعتها من سيدنا الأم ميخائيل والآباء الكهنة في أسيوط لمتابعتها بنفسي. قلت انا حاجة حضرت مرات كتيرة وشفتها. قلت انا غلط يا عم اللي بيقول الصعيد؟ سمعت في أسيوط يابا؟ هل انا قلت على غلط يا سيدي؟ الو ايوه يا ابونا. انت فين يا ابونا؟ انا في أسيوط. طيب يا ابونا لو سمحت ممكن اظهر عندك النهارده الساعه 3 الفجر؟ ايوه انت مين العذراء؟ ما عندنا اي مشكله، بس خلي بالك انا كنا لوحدي ان شاء الله، وتاني يوم اشغل على طول الجهاز على طول. بس ربنا يستر. حاولوا تعملوا معجزه للجهاز لان المره اللي فاتت فضحنا بصراحه. شغلنا جهاز الليزر فضرب فاتفضحنا. قالوا فين العذراء؟ قلنا لهم خلينا نصلح الجهاز ونبقى نتصل بيكم. في اسيوط مريم بتضع الرابط. ادخلوا الرابط اهو. عشرات الظواهر الروحية بتيجي حمام ويمان وطائر زي نعامة طايرة. العذراء نعامة طايرة. سامع يا مسلم؟ العذراء نعامة طايرة. العذراء نعامة طايرة. والحاجات اللي كانت تبقى كثيفة في الليالي عالية وسجلتها. ومش كده وبس، كان معايا آلاف الناس من المسلمين والمسيحيين ومن زهرات العذراء في الزيتون وأيضا في الست دينية اللي ما شفتهاش. مش عارف السبب الحدث، مش متذكر السبب اللي خلاني ما تابعتهاش، لكن المهم يعني أسيوط شافها 40 مليون على الأقل، فيهم 2 مليون مسلم على الأقل. 40 مليون. أنا أعتقد في المدة اللي ظهر فيها العذراء عدد سكان مصر ما كانش 40 مليون. يعني أعتقد في ذلك الوقت عدد سكان مصر ما كانش 40 مليون، والله أعلم. 40 مليون. وبقول لك منهم 2 مليون مسلم. 2 مليون مسلم.
يعني 38 مليون قبطي يا عم، ده الى الان وعمر ما حصل ان الاقباط يكونوا 38 مليون. الاقباط 38 مليون، 40 مليون، 2 مليون مسلم، يعني 38 مليون قبطي. امتى ده؟ متى كان في مصر 38 مليون قبطي؟ متى في مصر 38 مليون قبطي؟ متى في مصر كان 38 كذاب ابن كذابة؟ تاني هتشغل رد البابا شنود عليه وهو بيكذبه بعد دي مباشرة. مش عارف ايه السبب الحدث، مش متذكر ايه السبب اللي خلاني ما تبعتهاش، لكن المهم يعني اسيوط شافها 40 مليون على الاقل، فيهم 2 مليون مسلم على الاقل. 40 مليون 2 مليون مسلم، 40 مليون 2 مليون. الاقباط 38 مليون. متى كان عدد الاقباط في مصر 38 مليون؟ متى يا نصارى؟ متى كان عددكم؟ كذاب. المفروض يسموك الحمص عبد الفار بسيط الكذاب ابو الخير ابو الشر. ايوه الاسم ده كويس، الحمص الفار عبد المسيح كذاب ابو الشر. اسم جميل جدا والله. الحمص الفار بسيط ابو الشر الكذاب. شافها 40 مليون على الاقل، فيهم 2 مليون مسلم على الاقل. يا نصارى بالله عليكم، انتوا عددكم 38 مليون. انت وصلتوا 38 مليون؟ 38 مليون انت يا نصارى؟ الى الان عددكم ما يجوش 38 مليون يا نصارى. هو عدد مصر كام عشان تبقى 38 مليون؟ زهرات اسيوط كتبت عنها جميع الجرائد. نعم كلامه صح، انا قرأتها في جريدة الحوادث وجريدة الوفيات. كل هذه الجرائد بالتفصيل جابوا الزهرات. صحيح كلامه صح. العذراء كتبت عنها جميع الجرائد في مصر في الخارج وسجلت الاحداث والظهورات تفصيلا، وجميع الجرائد بطبيعه الحال الغالبيه العظمى من كتابها المسلمين. طبعا ببساطه، بكل بساطه ان كان في 50 مليون الف مسيحي، والعمليه ببساطه بكل بساطه، وكتبوها كل المسلمين ببساطه وبسيطه جدا جدا في منتهى البساطه. الراجل الكذاب ابن الكذابه. كمل. انا عشت ده كله وشفته بنفسي. لما اشوف العذراء اللي بتمثل المسيحية بالنسبة لي لأنها أم المسيح والدة الإله المتجسد، والدة الإله المتجسد، والدة الإله، والدة الإله، والدة الإله المتجسد، والدة الإله المتجسد. يعني كان يسوع يقول له يقول لها مامي، تقول له أيوة يا إلهي، أيوة يا ربي، أيوة عملتها على نفسك يا إلهي. لا نعم إلهي دلوقتي، يعني ما انتش لابس ولا بامبرز ولا لابس لا مؤاخذة كفولة، اعمل لك ايه دلوقتي يا الهي يا ربي؟ اعمل لك ايه؟ وبعدين لا مؤاخذة انت عملتها عليا دلوقتي وضحكت والناس اللي قاعدة حوالينا يا الهي يا ربي يا حبيبي اعمل لك ايه؟ طب ممكن يا الهي امسح لك المؤخرة بتاعك يا الهي؟ ايوه يا مامي، حاضر يا الهي. طب يا الهي مفيش مية اخدك في البير يا الهي، احطك المؤخرة في البير وانا امسحها، ولا تحب حضرتك يا الهي احط لا مؤاخذة امسحها؟ طب يا الهي اجيب لك مثلا يعني بودر ولا شيء عشان لا مؤاخذة يا الهي، لا مؤاخذة يا الهي، يعني انت فاهم انا قصدي ايه لا مؤاخذة؟ ايوه يا مامي، حاضر يا الهي وربي. الاله سبحانه، ام الاله، ام الاله. التسلخات الله يجزيك خير، كان بيقولوا تسلخات في المؤخرة بتاعته المقدمة بتاعته. رب الارباب وملك الملوك كان بيقولوا تسليخات في المؤخرة بتاعته، وحول الجهاز التناسلي، وهي كانت بتقعد تجيب لي علاج تسلخات للرب بتاع ربها الاله المتجسد. ايه يا حبيبي؟ ايوه ماما، يعني مؤاخذة امسك كده يا ماما، هات كده يا حبيبي بس امسك، خلينا امسك يا مؤاخذة عشان بس تسلخات لا مؤاخذة حبيبي. طبعا انا ما اقدرش اشرح، انتوا فاهمين. هات كده يا حبيبي، خلي بس امسك انا عشان في تسلخات هنا. ايوه في لا مؤاخذة الحته اللي تحت، ايوه من مطرح ما بتطلع لا مؤاخذة خليه بس امسك عشان في تسلخات شويه. ايوه في حته محشوره تحت يا حبيبي. الاله المتجسد، الاله المتجسد، الاله المتجسد، الاله المتجسد. طيب خير ان شاء الله. عاوز البيتزا يا بابا؟ ايوه يا ماما. طب حاضر يا اله المتجسد، اديك البيتزا دلوقتي. حاضر يا حبيبي. عاوز الرابع دلوقتي يا حبيبي؟ ايوه يا ماما، حاضر يا اله المتجسد، اديك الرابع الان. نكمل يا شباب. وتظهر عند مني فبتقول من الحياة الأبدية موجودة في إيمانك. لما شوفت بقى العذراء بتقول له كلام غير اللي بيقوله يسوع. شوف الكذاب، العذراء بتقول له الحياة الأبدية موجودة في إيمانك، وطبعا هو إيمانه أن المسيح هو الله وأن المسيح هو ثالث ثلاثة.
وبتناقض كلام يسوع المسيح حسب رأيهم اللي يقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الآن أنت الإله الحق وحدك. شوف بالله عليكم، شوف الكذاب ابن الكذاب بيضحك على النصارى عشان يقول لهم إن العذراء وظهور العذراء بيأكد الكفر اللي هم فيه، بيأكد الكفر اللي هم فيه، ان الحياة الأبدية موجودة في الإيمان ده، في الكفر ده. يسوع وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك الآن، أنت الإله الحق وحدك. شفت الكذاب ابن الكذاب.